مناف الموسوي حتى نشوف الفرحة العراقية ونشوف عوائلنا العراقية. راح ينقلها لنا زميلنا مناف الموسوي. مساء الخير وكل عام وانت بخير يا مناف. مساء الخير الحبيب أحمد، كل عام وانت بخير. عيدة يا رب يا حبيبي. مناف خلي نتعرف من خلالك على الأجواء، أجواء الفرحة. اليوم راح أنقل لكم. تفضل. نعم. تفضل. نعم، اليوم راح نقول لكم أجواء الفرحة والأجواء المحيطة به، وهي أجواء تشبه أغلب الأجواء المتواجدة في باقي الشوارع يعني البغدادية وحتى باقي المحافظات، خاصة أن الاحتفال اليوم احتفالين: أعياد رأس السنة، انتصارات قواتنا الأمنية، وأيضا فوز المنتخب الوطني العراقي بثلاثية على الفريق اليمني. ومعي مجموعة مميزة من العوائل العراقية تحب تشارككم الفرحة وتنقل التهاني وتعبر عن تمنياتها بالعام الجديد، وايضا تبارك للمنتخب العراقي هذا الفوز. مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. احب اهنئ الشعب العراقي بحلول العام الجديد وفوز المنتخب العراقي بثلاثيه نظيفه امام نظيره اليمني. واحب اهنئ والدتي بشكل خاص اللي ما اعرف شلون اوصف لها التهنئه، واحب اهنئ اصدقائي والدكاتره اللي وياي بجامعه الاسرار طب الاسنان حصرا. أمنيتك لعام 2018؟ أمنيتي أنه يحل الأمن والأمان على عراقنا الحبيب، والله يوفقنا إن شاء الله جميعا، وكل العراقيين إن شاء الله بخير وسلامة، وانتقال إلى الأفضل إن شاء الله، إلى الأفضل والأفضل يا رب إن شاء الله. كل عام وأنت بخير لك ولعائلتك يا رب. وياي أبو ذو الفقار، وذو الفقار الحلو الجميل أيضا من العوائل التي تحتفل بفوز المنتخب وبأعياد رأس السنة واللي متواجدة ويانا. شو تحب تقول بمناسبة العام الجديد؟ السلام عليكم، أهني الشعب العراقي بفوز منتخبنا الوطني بثلاثة نظيفة، وأهني حشد الشعب والجيش العراقي بانتصاراتنا، وإن شاء الله 2018 أمن وأمان واستقرار إن شاء الله الشعب العراقي. نعم إن شاء الله. ذو الفقار وكح. ذو الفقار قبل أكون من ذو الفقار دودو يلا حبيبي قبل رئيس كوري. وياي ايضا مجموعه من الشباب اللي يهنون بفوز المنتخب الوطني العراقي. شنو تقول بمناسبه فوز المنتخب الوطني؟ والله نهني الشعب العراقي بمناسبه الفوز على النظيره واليمني، وان شاء الله البطوله نحققها، وهاي ايوته حابين نطلعها. عندكم هوسه المنتخب الوطني او اغنيه؟ عندكم هوسه؟ يلا. ذاك ملعب وين ما تردون نلعب، هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردون نلعب. جيب الكاس جيبه، 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 جيب. إذن أعزائي المشاهدين، هذه هي أجواء الفرحة العراقية، وإن شاء الله تبقى متواصلة في آخر أيام 2017 وأيضا تنتقل معنا إلى عام 2018. إذن قبل منتصف الليل بساعة تقريبا والعوائل العراقية متواجدة في شوارع بغداد وتحتفل بشكل كبير بإطلاق الألعاب النارية والبالونات، وأيضا رفع العلم العراقي وإطلاق منبهات السيارات. يعني أمامي في الجهة المقابلة العديد من السيارات والعوائل تحتفل، والشارع يعني مليء ومكتظ بالعوائل العراقية. نتمنى أن تدوم هذه الأجواء وإن شاء الله الفرح والمسرة لكل العراقيين. زملائي الأعزاء، إذا ما كان لديكم أي استفسار أنا جاهز، وهاي عودة لكم. كل الحب والشكر لك زميلي مناف الموسوي، أكيد كفيت ووفيت، ومن خلالك تعرفنا على فرحة الشارع العراقي. شكرا لك زميلي مناف الموسوي مراسلنا ومفدنا من بغداد. تابعنا وشاهدنا الفرحة، راح ننقلكم إلى فرحة أخرى وأنقل الكاميرا إلى